السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروك، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمناو ان شاء الله يا ربي نتوما والعائلات ديالكم. اذا كيف كتشوفوا معايا في الفيديو اليوم غنقدم لكم طريقتي في الشباكيه مقومه بالزنجلان. كنتمنى انكم تبقوا حتى لاخر الفيديو حيت فيديو اللي هو مفيد بزاف، فيه المقادير ديال العجين مضبوطين وكذلك تشبيكه سهله مهله. واخا تكوني ما عمرك ما شبكتي غادي ديريها وغتجيك الشباكيه بحال هكا معلكه ومجعبه. اذا بالنسبه للمقادير عندي كيلو ديال الدقيق، وعندي 2 كيسان ديال الزنجلان مطحون، كاس ديال الزبده وكاس مع مرش ديال الزيت. عندي معلقه القرفه ومعلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه النافع وحبه ديال الكوزه والمسكه الحره اللي طحنتهم. اذا هنا هذا كيلو ديال الطحين درتو في واحد القصعه، وغادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال النافع، وهنايا ديك الكوزه والمسكه الحره اللي طحنتهم. وعندي هنايا خميره ديال الحلوه وحده كامله. وهنايا غادي نضيف دوك 2 كيسان ديال الزنجلان مطحون. بالنسبه للشباكيه ديال اللوز فكتعوضوا داك الكاس ديال الزنجلان. مثلا دابا هنايا درت 2 كيسان ديال الزنجلان، الا بغيت ندير شباكيه باللوز غادي ندير كاس ديال الزنجلان وكاس ديال اللوز مطحون. اذا هنايا ضفت هذا الكاس مع مرش ديال الزيت، كيكون ميلونجي ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، وكذلك الزبده اللي مذوبه مزيان ذوبتها وتا هي ضفتها كاس ديال الزبده. اذا هادو هما المقادير غادي نخليهم لكم مضبوطين في صندوق الوصف. والاهم في هذه المرحله هذه هي انكم تخدموا الدقيق مزيان، كتبسبسوه بهاد المكونات هادو وكتغطيوه بشي بلاستيك. انا بالنسبه ليا خليته يبات باش كنقسم عليا الخدمه، كنتم مزروبين به يعني ماشي مشكل انكم تعجنوا في نفس النهار. اذا هنا من بعد ما بات هذاك الخليط خليته الليله كامله، ولغد ليه في الصباح عاد عجنته. هنايا خديت كاس ديال المطايب، كاس العنبه المطايب، غنضيف ليه ضامه ديال الزعفران باش كتعطي اللون في هاد الشباكيه هذه. اذا كيف شفتوا معايا الماء راه طايب مزيان، وغادي ناخذ 4 كاس ديال الخل. انتم غادي تشوفوا معايا 4 كاس ديال الخل، وغادي نضيف الروح ديال الزهر غير قطرات حيت الروح ديال الزهر مجهده بزاف. غنضيف غير واحد 3 ديال القطرات، وغادي نضيف كذلك واحد الكاس عامر ديال الماء. اذا هنايا غادي نضيف دوك القطيرات على داك الزعفران اللي ديك الضامه الزعفران اللي ذوبنا في الماء السخون. وغادي نرد المكونات كلهم في هاد سميتو في هاد الاناء هذا، وغادي نردهم فوق العافيه حتى يسخنوا مزيان مزيان. ضروري انكم تعجنوها بالماء اللي هو سخون. وكذلك واحد قبصه ديال الخميره ديال الخبز، راه غير ما بانتش هنا في الفيديو، راه قبصه ديال الخميره ديال الخبز مثلا قد حمصه الخميره ديال الخبز، فتا هي كتهشش لنا الشباكيه ديالنا وما كتجيبهاش قاصحه. اذا هنايا كيف شفتوا معايا غادي نبدا كنعجن بهذا الخليط، والا ما كفانيش غادي نضيف الماء طايب. اذا غادي نعجن، والا ما كفانيش هانتوما كيف شفتوا معايا مازال ما تجمعش ليا العجين ديالي، غادي نضيف الماء اللي هو طايب، غنسخنو مزيان وغادي نعجن به هاد الشباكيه هذه. وكيف قلت لكم ضروري من ديك قد حمصه ديال الخميره ديال الخبز ضيفوها حتى هي كتجيب الشباكيه زوينه. اذا هنا غنبقى كنعجن، والسر كاين في العجينه. الا بغيتو الشباكيه تصدق لكم فما خصكمش ديروا العجينه جاريه. بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم ما شبكوا، الا درتو شباكيه جاريه راه ما غاديش تقدروا انكم تشبكوها نهائيا. وكذلك ما ديروهاش عاوتاني قاصحه بزاف بزاف، غادي تعذبكم فاش تبغيو تطلقوها وما غاديش تورق ليكم. اذا هنايا كيف شفتوا معايا القوام ديال العجين خاصو يكون بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. دابا هكا غندلكها مزيان حتى نحس بالمكونات نسجموا مع بعضياتهم. واحد الملاحظه اخرى، الا ما بغيتوش ديك لاباط ديال الشباكيه تبقى كتقطع ليكم، فضروري المقادير كلهم تغربلوهم، يكون القوام ديالهم ليس، ما يكونش فيهم حبيبات او لا شي حاجه. بالنسبه للزنجلاني تطحن مزيان، وإلا درتو فيها اللوز حتى هو طحنوه مزيان مزيان.
وكذلك داك المكونات الاخرين اللي درنا كلشي يكون مطحون مزيان. اذا هنا من بعد ما عجنتها مباشره كنقسمها، خليتها ارتاحت غير واحد 5 دقائق، مباشره كنقسمها على 4 ديال الكرات بهذا الشكل هذا، وكنولي نخدمها بالدلاك باش بحال اللي كتولي تدلك، وفي نفس الوقت باش كنقطعوها وما كيشيطلناش بزاف ديال ما كتشيطلناش بزاف ديال لاباط. يعني تبعوا هاد الطريقه هذه كتسهل عليكم الخدمه بزاف وكتربحوا المجهود والتعب. اذا هنايا كيف كتشوفوا معايا غنستمر معاهم كاملين حتى ساليتهم بنفس الطريقه. اذا هنا غنقطعهم شرائط بهذا الشكل هذا، شرائط يكونوا رقاقين حيت باقي غادي نورقوهم باقي غيطلقوا باش ما كتضيعش العجينه. كيف كتعرفوا منين كتبقاو كتشط لكم العجينه وكتوليو تردوها راه كتقصاح. اذا هنايا من الاول غادي نخدموها بهذه الطريقه هذه باش ما تشيطش بزاف د العجينه، وحتى الا شاطت راه دائما داكشي اللي كيشيط مباشره كديروه في بلاستيك باش ما كتقصحش، حيت الشباكيه الا لاباط ديال الشباكيه الا ما درتوهاش في بلاستيك غذائي راها كتقصح على ما نتوما كتخدموا بها. اذا هنا كيف شفتوا معايا قطعتها على شكل شرائط بحال هكا وغنجمعها كلها في بلاستيكه، وعاد غادي نبدا ديك الساعه نخدمها معكم. فغنخليها ترتاح واحد 10 دقائق من بعد هذه المرحله هذه، وعاد غادي نبدا كنخدمها معكم. غير تبعوا هاد النصائح هادو وهاد المراحل هادو وان شاء الله واخا تكوني ما عمرك ما درتي شباكيه غادي تصدق معاك. بزاف ديال الناس كيكون ماشي كيكونوا باغيين شباكيه مزيانه وفي نفس الوقت ما عندهمش الامكانيات باش يشريو شباكيه مزيانه. تفرج اختي في هذا الفيديو هذا وصايبي شباكيه في دارك، يعني غادي تطيح عليك غير بثمن المقادير وغادي تخدميها بيدك. يعني غتكون شي حاجه ديالك، وكنتمنى انك تطبقي هذا الفيديو هذا حيت فعلا الا طبقتيه فغادي تنجح لك الشباكيه وغادي تفرحي بالنتيجه. اذا هنايا انا يتعمد نحط الفيديو في هذه الفتره هذه حيت بزاف ديال الناس باغيين شباكيه مزيانه وما عندهمش امكانيات باش ياخدوها. مهم هنايا كيف شفتوا معايا بالنسبه لهذه اللي كتورق الشباكيه فراها صراحه كتنفع بزاف، كتجيب لكم الشباكيه ديالكم كلها السمك ديالها مقاد، كتريقلوها على حسب الرق اللي بغيتو نتوما. فانا هنايا الشباكيه بغيت نديرها رقيقه كتجي صراحه مورقه وزوينه، غنخدمها في الجوج وانتوما على حسب السمك ديال الشباكيه. كاين اللي كيبغي الشباكيه تكون غليظه باش كتجي رطبه بزاف، وكاين اللي كيبغيها تكون مورقه. فانا بالنسبه لي هذه هي الشباكيه اللي كيفضلوا زعما كاع الناس. هنايا كيف شفتوا غادي نورقها كيف قلت لكم راه في الجوج كندوزها. ضروري انكم تعاونوا بالدلاك. وبالنسبه هاد الطباعه هذه صراحه كتجيب لكم الشباكيه زوينه بزاف وكتجي مقاده، وكتوفروا حتى المجهود ديال ديك الجراره قطاع وما واخا تعيا وما تكونوا زعما بروفيسيونيل ما غاديش تجيبوها مقاده دائما 100%. اذا هذه كتجيب لنا الحبات ديال الشباكيه مقادين وفي نفس الوقت هانتوما شفتوا بطريقه سهله بزاف، دغيا كتقطع لكم الشباكيه. فهذه خاصها تكون في كل دار. بالنسبه للناس اللي كيصايبوا الشباكيه بيديهم فكنصحكم بزاف انكم تشريو هذه القطعه هذه حيت غادي تنفعكم بزاف. اذا هنا هاد الزوائد راه كي قلت لكم كنحيدهم مباشره كنديرهم في بلاستيك باش كيبقاو رطب ونولي نطلقهم مره اخرى. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التشباك. هانتوما خديت الاول فوق الثاني وكناخذهم بجوج وكنحطهم فوق الاخرين بجوج. هانتوما يعني واخا نعيا ما نشرح لكم الفيديو راه موضح اكثر مني انايا. ضروري كتقرصوا على هذيك من الفوق كيتكون لكم واحد 8 في الوسط هانتوما من جوج جهات بهذا الشكل هذا، وكتجبدي بيديك بجوج. طريقه راها سهله بزاف وواضحه، كنتمنى انكم تجربوها من كل قلبي. واذا جربتوها انا متاكده انكم غترجعوا للتعاليق وغتقولوا لي شكرا على مشاركتك معنا هاد الشباكيه هذه والطريقه ديال التشباك. بالنسبه للمبتدئه اختي راكي غديري هاد الطريقه هذه بعينيك مغمضين غير زعمي. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ياخذ حقه في المشاهدات وفي الجيمات، وخليوا لي كذلك تعاليقكم المشجعه اللي دائما كتخليوا لي. صراحه شكرا لكم بزاف شكرا لكم من القلب. دائما تعاليقكم ايجابيه وبزاف ديال الناس كيجربوا الوصفات ديالي وكيقولوا لي وصفات اللي هي ناجحه.
شكرا لكم من القلب. واخا كنغيب عليكم بزاف وما كنحطش الفيديوهات في اليوتيوب صراحة فيهم اليوتيوب صعيب شويه، خاصو الوقت، وباش تمونطي الفيديو باش كتصوريه كياخد منك بزاف ديال الوقت، فكنضطر انني شحال مره كندير بزاف ديال الوصفات وما كيكونش عندي الوقت باش نصورهم. ومع ذلك كتبقاو اوفياء القناه. شكرا لكم بزاف والله يخطيكم والله يعطيكم ما تمنيتو، وان شاء الله يدخل عليكم رمضان الكريم بالصحه والسلامه وباش كتمناو يا ربي. اذا هنا انا كنهضر معكم كثرت في الهضره، وفي نفس الوقت الفيديو راه كيشرح الطريقه ديال التشباك. كيف شفتوا معايا طريقه اللي هي سهله بزاف وبسيطه، واخا تكوني ما عمرك ما شبكتي. المهم غادي تنجح معاك وسهله بزاف، يعني راه واضحه. وهاد القطعه هذه ضروري ان كل وحده تشريها تكون عندها في الدار، حيتاش مهمه بزاف. كتجيب لكم شباكيه مقاده كيف قلت لكم، كتقطعها مزيان. وهاد التشبيكه هذه هكذا كتكون سهله بزاف. اذا هنا هانتوما راه درت معكم اكثر من وحده باش تفهموا الطريقه مزيان. كنتمنى ان الطريقه والشرح ديالي يكون واضح وبسيط، وانني نكون ما كثرتش عليكم في الهضره بزاف. اذا هنا من بعد ما ساليت الشباكيه ديالي كامله، داك كيلو ديال الطحين كله ساليته، فغادي نسخن الزيت. دائما الزيت سخنوها في شي اناء اللي هو غارق وتكون كثيره شويه. هنا عندي العسل فاش غادي نعسل، وعندي الزيت فاش غادي نقلي. اذا هنا درتها كتسخن، غادي نشوف واش سخنات. اذا هنا بالنسبه منين تسخن الزيت فضروري انكم تنقصوا البوطه، نقصوا البوطه باش الشباكيه ديالكم كتاخذ لوين زوين، ما كتخطفش، كطيب مزيان وفي نفس الوقت كتجي محمره وزوينه. اذا هنايا نقصوا البوطه وانتم كتحركوا في الشباكيه، يعني خاصكم تكونوا حداها، ما ترميوهاش في الزيت وتمشي تخدمي شي شغل اخر. جلسي حدا الشباكيه حتى تساليها، انت كتقلي وانت كتعسلي. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى انه يكون فادكم، وهذه هي النتيجه ديال الشباكيه ديالنا، كتجي رائعه بزاف. ما كاينش اللي ذاقها وما عجباتوش، كلشي الناس الحمد لله نالت الاستحسان ديالهم. اذا كنتمنى انكم تجربوها بعينيكم مغمضين، اكيد غادي تصدق معكم. انتم كيف شفتوا معايا مجعبه وهشيشه مورقه شاربه العسل، يعني كاع الشروط اللي كتجي في الشباكيه زوينه راه متوفره في هذه الشباكيه هذه. كنقول لكم بسلامه.